أهلا بكم في نشرة أخبار الذكاء الاصطناعي الأسبوعية. اختتم في مملكة البحرين الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، وشارك طلاب مكتب وزارة التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت ممثلين لبلادنا في الهاكاثون. وفازت مجموعة الطالب عمر أيمن الخلاقي بالمركز الثالث في الهاكاثون بإنشاء منصة تعليمية تفاعلية باستغلال الذكاء الاصطناعي. وكان مشروع الطالبان أسامة عبد الله المغي وسعيد سالم باعنس منصة لوجيكال مايند إديوكيشن التي تعزز التعاون الجماعي بين الطلاب. وشارك حسين عبد العزيز الصافي وأحمد فوزي باكرامة بمشروع منصة أفق التعليمية. وأوضح مدير مكتب وزارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد مسار مشاركة بلادنا في الهاكاثون الخليجي وأبرز نتائجها. تأهل طلابنا من العشرة طلاب اللي في الوادي والساحل، 3 تأهلوا من الساحل و2 من الوادي. هؤلاء 5 كانوا هم فريق الجمهورية اليمنية المشارك في الهاكاثون. شاركوا في خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر في الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. كل المشاركات من طلابنا كانت جدا ممتازة ومتميزة. وأيضا نالت الجمهورية اليمنية بمشاركة الطالب عمر أيمن الخلاقي من طلاب ساحل حضرموت، مكتب تربية ساحل حضرموت، مع زملائه من بقية الدول. حققوا المركز الثالث بإنشاء منصة تعليمية تفاعلية. طبعا هذه المنصة تهدف إلى تطوير العملية التربوية والتعليمية واستغلال الذكاء الاصطناعي والارتقاء بالجانب التفاعلي من قبل الطلاب في هذه المنصة. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، دمتم بخير.